السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل طاجن لحمه بالخضار، بجد تحفه. اوعدكم ان انتوا هتاكلوا احلى واجمل طاجن لحمه بالطريقه دي. لحمه دايبه دوب، الخضار بتاعنا متبل تتبيله حلوه جدا، حتى اللحمه متبلينها تتبيله حلوه جدا. فبجد يعني هيبقى لو عملتيه في عزومه ولا حد عندك او ولادك وجوزك، حتى لو عندك حد ما بياكلش اللحمه هيحبها جدا بالطريقه دي. اول حاجه احنا معانا هنا كيلو من اللحمه. طبعا اللحمه انت تقدري تجيبي نص كيلو، ربع، حسب عدد افراد الاسره بتاعتك واللي انت عايزه تستخدميه. مقطعه اللحمه قطع صغيره كده، مكعبات صغيره. اي قطعيه لحمه عايزه تستخدميها انت وحريتك. هحط عليها معلقتين من دبس الرمان. طيب انت لو مش عندك دبس الرمان حطي عليها معلقه عسل اسود، وحطيها وانت مطمنه مش هتغير الطعم خالص، بالعكس هتديلها طعم حلو جدا. وهنزل بمعلقتين من زيت الزيتون. طيب انت مش عندك زيت زيتون هتستخدمي الزيت النباتي العادي. تمام. معلقتين اللي هم بتوع الاكل، يعني انا المقدار اللي انا بقول لكم ده من معلقه الاكل. بعد كده هنزل عليهم هنا معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من الكزبره الناشفه، نص معلقه من الورق اللورا المطحون، وربع معلقه من الحبهان المطحون، ومعلقه من بهار اللحمه. بهارات اللحمه دي انا بجيبها على طول من عند العطار، بتبقى جاهزه. رشه قرفه، لو حابه تحطيها حطيها، مش حابه انت براحتك ممكن تشيليها. انا عايزه اقلب اللحمه بتاعتي تقليبه، اغلفها كلها بالبهارات، مش عايزه قطعه من اللحمه ما فيهاش بهارات. هقلبها تقليبه كويسه من تحت لفوق لحد ما اتاكد ان كل قطعه في اللحمه اتغلفت معايا كويس جدا في البهارات. وبعد ما بعملها كده بسيب اللحمه بتاعتي كده على جنب بقى لحد ما اخلص كل تقطيع الخضار، واللي ورايا بتكون اتبلت كويس جدا. هاجيب هنا بوله بقى، وهبتدي اقطع 3 بصلات حلوين كده كبار. عايزه اقول لك كل ما بتكتري في البصل بيدي لها طعم حلو جدا. ال3 بصلات دول شلت منهم شويه كده على جنب، وهقول لكم هنعمل بيها ايه. هاجي بقى هنا فلفل اسود وملح وكزبره ورق لورا مطحون ورشه كده حبهان. هحط من كل حاجه نص معلقه صغيره كده، يعني حاجات بسيطه. وعايزه امسك البصل ده بايدي، انا قلبته قدامكم كده بس انا همسكه بقى بايدي. عايزه البصل ده ينزل الميه كده بتاعته، ودعكه دعكه حلوه بالبهارات. الخطوه دي هتفرق معاكي جدا. تمام. اهم حاجه بس ما تكتروش البهارات زي ما قلت لكم، من كل حاجه نص معلقه صغيره. وافضلي بقى دعاكي لحد ما تشمي كده ريحه البصل ده وتلاقيه نزل الميه بتاعته. هنا كنت مجهزه نص كيلو من البطاطس، قطعتها مكعبات بالشكل ده. متقطعهاش سميكه قوي لان احنا اللحمه لسه هنسويها بره. تمام، يعني هنحطها بس تكمل سوا مع الخضار. عايزه بقى اقلب البطاطس مع البصل كده بالبهارات اللي احنا حاطينها عشان تاخد نفس الطعم والنكهه بتاعتها. فلفل الوان بقى لو متوفر عندك بيدي طعم حلو جدا. طماطم كده مكعبات، عندي بصل قوارمه حطيت 3 او 4 احنا بنحبه جدا. وهقلب بقى كل الخضار ده. طبعا انا مسرحه الفيديو بس انا كنت باخد وقت في التقليب، بقلبه كويس جدا. وبعد ما بقلبهم بنزل عليهم بمعلقه بس من الصلصه البيوريه، او ممكن تبشري طماطمتين بس الاحسن الصلصه. تمام. هقلب بقى كل ده في بعضه كده، وكده بقى الخضار بتاعي جاهز. وبرده على فكره انا هسيب الخضار بتاعي يتبل لما عبين نعمل الخطوه اللي انتوا هتشوفوها الجايه دي. هجيب بقى الطواجن دي او ممكن اي صينيه بس يكون ليها غطا، او تقفليها بورق الومنيوم، مفيش اي مشكله. انا الطواجن الفخار عندي هنا لها غطيان، فحطيت بقى فيها خضار 3 ارباعها كده خضار زي ما انتم شايفين كده. وطبعا كميه الخضار دي كانت كبيره، لو انت عايزه تقللي قللي براحتك. هسيب بقى الخضار هنا يتبل كده ويقعد شويه كده بتاع حوالي نص ساعه لما نعمل الخطوه الثانيه، او ساعه الا ربع كمان لما نعمل الخطوه الثانيه اللي احنا هنعملها دي. هنا بقى جبت حله سخنتها كويس جدا، جبت قطع اللحمه اللي فيها سمين ونزلتها اول حاجه عشان تنزل لي السمن اللي فيها. عايزه اشوح اللحمه في السمين بتاعها. تمام. النار لازم تكون هنا عاليه، وتكون الحله سخنه جدا. ما ينفعش تنزلي باللحمه ما تكون الحله سخنه عشان مش عايزاها تنزل الميه بتاعتها. همسك اللحمه بتاعتي، عايزه افضل اشوح فيها لحد ما اللحمه كده تاخد لون كرمله معايا. عايزه اقول لكم هنا انت هتشموا روايح فظيعه. اللحمه طبعا متبله ببهارات، فطعمها وريحتها كان حاجه تحفه. افضلي بقى كده قلبي فيها شويه لحد ما اللحمه بتاعتك كده تتكرمل معاكي وتاخد اللون الحلو دوت. طبعا مهمه جدا الخطوه دي، ما ينفعش تحطي اللحمه نيه بس وهي متبهره، لان الخطوه دي هتحافظ لك انت تاكلي اللحمه محافظه على العصاره بتاعتها وجوسي. يعني مهمه جدا انت تشوحيها. الطريقه دي من اجمل الطرق اللي عملت بيها طاجن اللحمه بالخضار. انا جربته بكذا طريقه واخر طريقه استقريت عليها دي. احنا كنا شايلين بصلايه كده، حوالي بصلايه، قلت لكم سيبوها هنحتاجها هنعمل بيها حاجه. هنسيب البصلايه بقى دلوقتي دي اللي احنا مقطعينها. انا عايزه بقى اكرمل البصل ده مع اللحمه، بيدي برده نكهه حلوه جدا. افضلي بقى قلبي في البصل لحد ما يتكرمل كويس جدا مع اللحمه واللون بتاعه هنا يغمق. وممكن ترشي له رشه سكر بسيطه كده، حوالي نص معلقه صغيره، علشان يتكرمل معاكي بسرعه لو انت مستعجله ومش عايزه تقفي كتير قدام النار. البصل بتاعي بعد ما دبل بقى كده بالشكل ده، نزلت عليه بكوبايه كبيره اللي هي 250 مللي دي ميه سخنه. انا عايزه بقى اقلبهم كده واخليهم يغلوا غلوه واحده. اول ما بيغلوا بوطي عليهم النار شمعة. انا عايزه اللحمه بتاعتي تستوي على نار هاديه عشان تطلع معايا زبده كده، وعلشان الصوص بتاعي ما ينقص كتير لاني محتاجه الصوص ده ضروري. اللحمه بتاعتي 3 ارباع سوا، بقت فظيعه زي ما انتم شايفين. الصوص اللي نزل ده انا محتاجه ضروري جدا، وطعمه تحفه طبعا في البهارات بقى وتشويح اللحمه، فطعمه رهيب. هاخد بقى كميه اللحمه هوزعها على ال3 طواجن اللي عندي. وطبعا برضو الصوص اللي نزل دوت هو ده اللي انا هشرب بيه الخضار، ده اللي هيكمل سوا الخضار واللحمه.
تمام. واللحمه زي ما قلت لكم 3/4 سوا، يعني يا دوبك هتاخد ربع سواها مع تسويه الخضار، يعني مش تاخد وقت خالص. هشربهم بقى كده بالمنظر ده واسويهم كده في الطاجن زي ما انتم شايفين، واحط لهم بقى الصوص بتاعهم. انا بقى هنا هقفل الطواجن بتاعتي بالغطيان بتاعتها، والطاجن الصغير ده هقفله بورق فويل. طيب انت برضو لو هتعملي بصينيه هتعملي نفس الحوار، لازم تكوني مقفلاها كويس جدا عشان ما تاخدش معاكي وقت وتستوي بسرعه. التسويه بتاعتها بقى الصح ازاي؟ الرف الوسطاني على درجه حراره 200 هتاخد معاكي بالظبط من حوالي ساعه لساعه الا ربع حسب درجه حراره الفرن. تمام. وبعد ما بتستوي معايا وبتاكد، بجيب كده شوكه وبتاكد ان اللحمه استوت كويس جدا والخضار كمان استوى اخد تسويته المظبوطه، بشيل بقى الغطيان دي من على الوش وبديلها وش من فوق بالشكل اللي انتم شايفينه دوت. تمام. عايزه اقول لك ان انت لو حابه تحطي بقى سبايسي كده ممكن تحطي قرن فلفل، ما تدخليها الفرن على كل طاجن كده قرن فلفل سبايسي زي ما انا عملت، بس ما جبتلكوش اللقطه دي. بيخلي برده الطعم حلو جدا لو انت بتحبي الحاجه سبايسي. احلى طاجن لحمه عملناه في وقت قليل جدا، جربوه ان شاء الله هيعجبكم، والسلام عليكم.